من هو لامين يامال؟ يامال هو أصغر لاعب يشارك في مباراة رسمية مع برشلونة في الدوري الإسباني في سن 15 سنة و290 يوماً. أمين يامال نصراوي من مواليد 2007، أبوه مغربي الأصل وأمه غينية، ويطلق عليه الكثيرون لقب ميسي الجديد لموهبته الكبيرة ولعبه بالقدم اليسرى. موهبته الكبيرة جعلت شافي هرنانديز يضمه إلى تدريبات الفريق الأول منذ شهور، وهو معجب كبير بإمكانيات الفتى المغربي. وقد عبر في مناسبات كثيرة على أنه يرى يامال واحداً من ركائز مستقبل البلوغرانا. يامال لديه قدرة كبيرة على التهديف وتقديم التمريرات الحاسمة، ويجيد أيضاً المراوغة واختراق المدافعين بسهولة كبيرة. وعلى المستوى الدولي، لعب يامال للمنتخب الإسباني تحت 16 عاماً في 2021، وشارك في 4 مباريات وسجل هدفاً واحداً، كما أنه لعب أيضاً مع المنتخب الإسباني تحت 15 عاماً. لعبه للمغرب، ويسعى الاتحاد المغربي لكرة القدم لإقناع يامال أسرته بتمثيل منتخب أسود الأطلس بدلاً من إسبانيا خلال الفترة المقبلة، على غرار منير الحدادي وعبد الله الصمد الزلزولي. حسب خوان فونتيس الصحفي في راديو كاتالونيا القريب من الفريق البرشلوني، فقد اختار يامال تمثيل المنتخب المغربي لتعلقه الكبير بالمغرب رغم لعبه للفئات السنية الصغرى لإسبانيا. وأنتم يا أصدقائي، ما رأيكم في موهبة يامال، وهل يستحق فعلا لقب ميسي الجديد؟ في النهاية لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديد رائد المستديرة. إلى اللقاء.